انا سميتي مراد، وفاش كنت صغير ملي كان عندي 5 سنين كنت عايش حياتي عادي مع والديا في دار جدي اللي كان فيها 3 ديال الطوابق، السفلي والطابق الاول اللي كنت ساكن فيه مع والديا، والطابق الثاني اللي كانوا فيه غير بيوت النعاس وصافي. ووالديا كانوا كيقولوا لي بلي راه تما كاين بوعو باش يخلعوني وما ندخلش ليه. والطابق الثالث ساكنين فيه الكماله ديال العائله. كنت كنقرا انا وولد خالتي في واحد الرود، وخالتي الكبيره كانت كترجعنا للدار حيت الوالد والوالده كانوا خدامين ديك الساعه. واحد النهار بحال كاع النهارات رجعت من الرود، وفي العشيه رجعت الوالده من الخدمه ونعسات في واحد السداري، وانا مشيت وتكيت حداها، وداك السداري كان مقابل مع الباب، يعني اللي دخل ولا اللي خرج راه غادي نشوفه، وانا كنت غير متكي ماشي ناعس. حتى الباب كيتحل وكيخرج واحد الشخص كله كحل، الكحوليه ديال الظلام وعينيه بيضين كاملين، وفوق راسه واحد اللعيبه بحال النيف ديال اوسوب. المهم اللي ما كيعرفش شكون هو اوسوب ها شكون كيقصد. هذيك اللعيبه كانت كتحرك. كنت تخيل الشكل ديالو. ما عرفتش واش هاد الشخص هذا يبطلها لي ولا قصه حقيقيه.